بيبدأ الفيلم وبنشوف مشهد من الأجزاء السابقة للسلسلة. بتكون سارة كونور محجوزة في مستشفى أمراض عقلية عشان مفكرينها مجنونة، لأنها دايما بتتكلم عن المدمر اللي جاي من المستقبل وهيقتل ابنها جون اللي بعد كده هيكون زعيم المقاومة البشرية ضد الروبوتات بقيادة سكاي نيد. وبتقعد تتكلم سارة عن نهاية العالم وبتقول كلام كتير. بعدين بنشوف مكان عامل زي الخرابة كده متدمر ومليان هياكل عظمية. بتكون الروبوتات هي اللي عملت كده بسبب الحرب اللي كانت بين البشر والروبوتات، وكان دايما في تفوق للروبوتات بسبب قوتهم الكبيرة جدا طبعا. وبعد كده بنرجع للجزء الحالي للفيلم وبنكون في سنة 1998 على إحدى الشواطئ، وبيكون موجود سارة وابنها جون بعد ما قدرت تقتل آخر روبوت، وبعد كده هربت عشان تعيش في أمان هي وابنها على الجزيرة دي. وكانت فاكرة إن كل المشاكل خلصت خلاص، وفجأة وهي قاعدة وابنها بيجيب عصير وجاي بيدخل واحد من المدمرين، وقبل ما يعملوا حاجة بيطلع السلاح وبيقتل ابنها جون، وهي ما قدرتش تعمل حاجة. وبيعدي على الواقعة دي 22 سنة وبنشوف كرة من الطاقة ظهرت على كوبري في المكسيك، وكل حاجة حواليها بتتجمد وبيكون فيها صواعق كهربائية. ومن الكرة دي بيظهر فيها بنت من المستقبل اسمها جريس، وبيشوفها شابين وبيروحوا يساعدوها، لكن بيقابلهم ضابط شرطة وكان هيقبض عليهم لأن جريس شبه الروبوت وتعتبر تهديد عليهم. ولما بيمسك المسدس بتقتله هو وزميله، وبتاخد هدوم الشاب اللي كان بيساعدها وعربيته وبتمشي. وبعدين بنشوف بنت اسمها داني وبتكون راجعة البيت من المصنع اللي بتشتغل فيه، وبتصحى اخوها دياجو وبيروحوا مع بعض للمصنع اللي شغالين فيه. وبعد كده بيظهر كرة من الطاقة زي اللي ظهرت من شوية، وبيخرج منها مدمر عنده قدرات عالية جدا، وبيروح يلبس قميص كان مع واحدة ست وجسمه بيمتص القميص بشكل غريب جدا. وبيروح على بيت داني ويسأل عليها أبوها، بس داني بتكون في المصنع. وفي الوقت ده داني بتروح تتكلم مع المدير لأنهم بيكونوا جابوا آلة جديدة بتعمل نفس الشغل اللي دياجو بيعمله، وبكده خلاص كده هيمشوا من الشغل. وبتروح جريس المصنع اللي بتكون فيه داني وبتضرب واحد من الحراس وبتلبس اللبس بتاعه عشان تعرف تخش المصنع تدور على داني. وبيدخل برضو المدمر التاني بس بيكون متنكر في شكل ابوها، وبيقول لزميلها في الشغل انها نسيت الغدا بتاعها. واول لما بيشوفها بيتحول كيس الغدا الى سلاح ولسه هيضرب عليها نار، لكن بتوصل جريس وبتضرب نار وبتقتله. وبتفكر داني انها قتلت ابوها لكن بتقول لها ان ده روبوت. وبعد كده بيتحول لشكله الاصلي وبيتخانق هو وجريس وبيكون مش بيموت، وفي الاخر بيقع عليه موتور عربيه وبيهرب التلاتة منه وبيسرقوا عربيه عشان يمشوا بيها. وبتقول لهم جريس ان ده روبوت متبرمج على قتل داني، ولسه ما خلصتش كلامها وبيلاقوا الروبوت بيرجع يطاردهم من تاني. وبتسيب جريس قيادة العربيه اللي معاهم لدياجو وبتروح تحدف عليه قضبان معدنيه. وبنشوف الروبوت ده بيقسم نفسه لشخصين، واحد بيسوق والتاني بيقاتل جريس وبيحدف عليها القضبان المعدنيه تاني، فبيدمر العربيه بتاعتهم وبتقف بيهم العربيه. وبيكون دياجو مصاب وبيقول لجريس انها تطلع داني، وفي اللحظه دي بيدخل الروبوت في العربيه بتاعتهم وبتنفجر وبيموت دياجو. وداني بتكون حزينه جدا على موت اخوها، بس جريس بتقول لها انهم لازم يهربوا بسرعه. وبنشوف الروبوت بيتقسم اتنين تاني، وبيكون واحد على شكل معدن والتاني على شكل انسان، وبتستعد جريس للقتال معاه. وفي الوقت ده بنشوف عربيه داخله عليهم وبينزل منها سارة كونور وبتضرب نار على الروبوت، وبتنزل عشان تتاكد انه مات، فبتسرق جريس عربيتها وبتهرب هي وداني. وفي العربيه بتقول لها انها لازم تروح البيت عشان تشوف ابوها. وبتبدا جريس انها تتعب جدا وبتساعدها داني، وبيروحوا صيدليه وبيهددوا الصيدلي وبياخدوا كل الادويه اللي محتاجينها، لكن برضو جريس مش بتقدر وبتقع. وبيلاقوا سارة بره في استقبالهم وبتاخدهم معاها في العربيه، وبتاخد تليفون داني ترميه عشان محدش يعرف مكانهم. وبيوصلوا عند فندق وبتبدا سارة تعالج جريس، واول لما بتفوق بتلاقي سارة رافعه عليه سلاح لكن بتاخده منها بسرعه كبيره جدا، وبتقول لها انها روبوت جاي من المستقبل من سنه 2042 وعندها قدرات خاصه زي السرعه والقوه عشان تقدر تقاتل الروبوتات اللي بتواجههم. وبعد كده بيسيبوا الفندق وبتسال سارة جريس عرفت مكانهم على الجسر ازاي. بتقول لها ان في رسائل بتوصل لها على الموبايل بمكان الروبوتات عشان تاخد طار ابنها جون. وبعدين بتاخد الموبايل وبتعرف مصدر الرسائل وبيطلع في ولاية تكساس، فبيسافروا على هناك. فبيبدأ الروبوت يفوق وبيحاول يوصل لمكانهم. وبنشوف داني بتسأل جريس عن المستقبل وبتقول لها ان في خلال 3 ايام كل الحضارة هتنتهي،
وان اهلها ماتوا وهي جايه من المستقبل عشان تنقذهم. وبتقول ساره ان سبب حمايه داني انها هتولد طفل ينقذ العالم زي ابنها اللي كان من المفترض ينقذ العالم. وبعد كده بيوصل الثلاثه لبيت عم داني فيليبي عشان يهربهم للحدود الامريكيه من المكسيك. بس الروبوت بيبعت لحراس الحدود ان في جماعه ارهابيه عاوزين يدخلوا البلد، واول لما بيوصلوا بيلاقوا الشرطه مستنياهم. واثناء طريقهم الى السجن بيحاول الروبوت قتل داني، بس بتنقذها جريس. وبعد كده في المستشفى بيكون الدكاتره بيفحصوا جريس وبيدخل عليهم الروبوت وبيكون بيدور على داني وسط المساجين. لكن بتفوق جريس في الوقت المناسب وبتخرج المساجين وبتاخد داني على طياره هليكوبتر، وبترفض داني انهم يمشوا من غير ساره. وفعلا بتيجي ساره وبيضربوا نار على الروبوت عشان ما يوصلش للطياره، وفعلا بيقعوا في الطياره. بتقول جريس لداني انها لازم تاخد بالها على حياتها لان مستقبل البشريه كله في ايديها. وبتقول ساره انها معاها حق. وبعد كده بيوصلوا المكسيك عشان يشوفوا مصدر الرسائل اللي كانت بتيجي على الموبايل. واول لما بتوصل ساره بتلاقيه الراجل اللي قتل ابنها، فبتكون عاوزه تقتله، لكن جريس بتوقفها عشان يفهموا. بيقول لهم انه روبوت اسمه كار وكان مبرمج على قتل جون، لكن بعدها عاش حياه عاديه عشان كده مهمته خلصت. وبيقول انه تعاطف مع ساره عشان بقى عنده تكيف مع حياه البشر وحس بيه. وبيفهمهم انهم مهما عملوا الروبوت مش هيوقف مطارده لداني. فبتقترح ساره انهم يستخدموا داني طعم للروبوت ولما يظهر يقتلوه، بس جريس بترفض الفكره. وبعد كده بياخدهم كار على مركز التدريب بتاعه وبتبدا تدرب داني على القتال. وبتقول جريس ان الاسلحه هتعطله بس مش هتموته، محتاجين قنبله من الموجات الكهرومغناطيسيه عشان نقضي عليه تماما. وساره بتقول لهم انها تعرف حد ممكن يساعدهم، بس الروبوت بيكون قريب منهم وبيراقبهم. وبتاخد ساره القنبله المغناطيسيه وبيوصل الروبوت بطياره وبيبدا يطاردهم وبيضرب نار عليهم. وبيوصلوا لقاعده عسكريه وبيصيب رائد فيها وبيتصل بالوحدات عشان تامنهم وبيعرفوا يهربوا منه. وبيقول لهم قارن القنبله حصل فيها ضرر وكده مش هيعرفوا يقتلوا الروبوت، بس داني بتقول ان لازم يواجهوه مهما حصل. وهنا بتعترف جريس انها تعرف داني وانها انقذتها لما كانت طفله، وان هي اللي هتنقذ البشريه بطفل هتولده زي ما ساره قالت. وبيقدر في الوقت ده الروبوت انه يلحقهم بطياره تانية وبيقدر يدخل الطياره اللي هم فيها وبيحصل قتال بينهم وبيحصل خلل في الطياره وبتكون مش متزنه. وبيتقاتل كار مع الروبوت عشان هم يهربوا. وبيوصلوا العربيه في اخر الطياره وبيفتح كار باب الطياره وبالرصاص وتقع العربيه في الميه وبتنفجر الطياره وكار والروبوت فيها. وبيوصل ساره وداني وجريس للشط ومش بيلاقوا مكان يستخبوا فيه وبيكونوا في موقف صعب جدا. بعد ما بتفقد جريس القوه بتاعتها وبتطلب من داني تهرب عشان مش هيقدروا يحموها، بس داني مش بتوافق تهرب. وبيدخلوا جوه المحطه وبيلاقوا الروبوت داخل عليهم وبيبداوا يقتلوه هم الاربعه. وبتبدا المعركه بينهم بالاسلحه والسلاسل. وفجاه بيتحول الروبوت الى 2 تاني، بس جريس بتقدر انها تقطع الروبوت الى اجزاء. وكار بيقتل الهيكل المعدني بس مش بيلحقوا يفرحوا والاتنين بيرجعوا للحياه تاني. بس جريس وكار بيقتلوا الروبوت بعد ما حطوه في آلة للتقطيع وبتنفجر الآلة في المكان. وبعد ما داني بتفوق بتلاقي جريس مصابه وبتقول لها جريس تاخد مصدر الطاقه عشان تتخلص من الهيكل المعدني اللي باقي. وبتوافق داني وبتروح للهيكل تقاتله ومعاها مصدر الطاقه. وبتحاول ساره تفوق كار علشان ينقذ داني، وفعلا بيروح وبيسحب الهيكل المعدني وهو جواه مصدر الطاقه وبيقع بيه وبيتحرق وبيموتوا الاتنين. وبعد كده بيشوفوا ساره وداني جريس انها لسه طفله في الحاضر وبتلعب مع الاطفال. وهنا بينتهي الفيلم بتاعنا.